مخلص مساعدين في هذا اللقاء، ونتمنى ان شاء الله يعني نشاهد لقاء يليق بفريق ريال مدريد وعشاقه. زيدان المهاره الفرنسيه، دانيال ألفيس في منتهى القوه، روبرتو كارلوس مواطنه، ودانيال ألفيس مره ثانيه يلعب مزدوج الخلفيه. زيدان عرض رائع من لاعب يعني يقول لحضراتكم خطوات راقص باليه، ومهاره نجم مدريد يعتمد على العمق والتكتل الواضح، وزيدان والمراوغه والتألق أندرياس ستيفان. بقول لحضراتكم بقى المهارات الفرديه العاليه لدى لاعبي ريال مدريد قد تكون هي الركله الركنيه. شوف حضراتكم مهاره زيدان، ودي فرصه ثانيه، ولكن ستيفان ايضا انقذ المرمى. هذه المسابقه مسابقه كاس ملك اسبانيا، صاحب اجمل اللمحات زيدان، ولكن في هذا اللقاء حتى الان اهو زيدان مهارته عاليه جدا، ومحاوله واستلام وتغيير اتجاه رائع. ريال مدريد يتقدم، ريال مدريد يتقدم في هذا اللقاء، ويتقدم نحو مسابقة الكأس ونحو نهائي الكأس بقى. وادي حلوة بقدر ما بيكون فيها يعني مباراة وقوة في الأداء والقوة. ادي ريال مدريد، زيدان والتمريرات السحرية اهو. زاد يلقى العداء في كل مكان إلا في هذا الملعب، ملعب سانتياغو برنابيو، القلعة البيضاء، القلعة البيضاء. سيركسون استلام على طول زين الدين زيدان، ومهارته العاليه والمراوغه وسنتي يلعبها حلوه، ودي لعبته المفضله لكن اتقفل. عاروا النادي بريستون، نادي درجه ثالثه، ولعب لنادي بريستون في موسم 93 94. شوف حضراتكم مهاره زيدان، شوف تغيير الاتجاه، شوف بقى اللمه المشهور بيها، وادي حضراتكم اهو لف بيها حلوه قوي، يعمل بيها حركه عملاقه. ادي الانطلاقه من اللاعب ادجر، ولكن زيدان شوف حضراتكم النجوميه مش من فراغ، ده زيدان رجع يدافع. بيتس سالتا مع فيا ريال، اسبانيول مع بلد الوليد، واتلتيك بلباو مع مورتيا، اوساسونا مع اللاعب باكم، وباكم الى زيدان، وزيدان محاوله مرور يعدي كده يعني بسهوله، وادي مرجحه وعدى عمل تنويع حلو قوي، وراؤول برافو لباكم، تنويع في التمريرات، وزيدان لمسه واحده. اقول لحضراتكم ايه، روحهم الحقيقه عاليه جدا، وطبعا شبح الهزيمه امام فالنسيا يعني يلوح في الافق امامهم. 6-1 امام فالنسيا. زيدان يغير اتجاهه ومعاه على طول رخص، ويروح بقى مشوار بيه ناحيه الشمال ويعدي ويلف. متعه الحقيقه زيدان، متعه زيدان. مورينس بيأدي موسم رائع. ادي الكعب الجميل من اللاعب زيدان لروبرتو باكر الى زيدان، وزيدان يعدي المهاره والشد المره دي من اللاعب ميغيل أنخيل، ويحولها الى راؤول، وراؤول الى بيكام، وبيكام يحولها في الجهه اليسرى. زيدان ممكن شوف ايش عمل التحول مره ثانيه. يعني توقع ما شوف الكره يعود من جديد الى فيجو زيدان ياتي الى الجهه اليمنى، والمراوغه من زيدان، يبقى اللاعب ملقى على ارضيه الميدان. إيكر كاسياس فرنانديز يرجع هذه الكرة لفائدة الريال مدريد. إلى حد الآن يبدو أن الريال مدريد ما عنده مشكل في هذه المباراة، والترويج ممتاز ورائع من زين الدين زيدان، والتمريرة إلى بورتيو ركريا. هذا المسلسل بين زيدان والكرة متواصل إلى متى لست أدري. نتمنى على كل وأنه يكون مسلسل طويل لنشاهد أكثر فنيات. هذه الترويج اللي كنت أتحدث عنه، واللقطة ممتازة جدا فنيا ممتازة من زين الدين زيدان إلى روبرتو كارلوس. الترويج، توجيه الكرة يكون أحسن وأنه يبدأ الشوط الثاني بقوة. زيدان وتلك اللمسات من زيدان الكامل للعب لفائدة الألافيس. ليورينز والرأسية، إيفان ألونسو ينتظر دائما في هذه الكرة، لكن هذه المرة الجرة كان ممتازة جدا يعني في غاية من الروعة. لست أدري كيف أعبر عن مثل هذه اللمسات ومثل هذا الترويج. أكيد وأنا سنشاهد إعادة بالطريقة البطيئة لهذه اللقطة الأخيرة. كرة لم تكن سهلة بالمرة. هذه الله أكبر، ممتاز جدا يعني، شيء يعني من المهول، يعني شيء لابد وأن ما عاد علق يعني على زيدان. لما يلمس الكرة زيدان لابد ان اسكت، نخلي الصورة يعني مثل هذه العمليات يعني صورة وحدها تتكلم.